وصلنا للإعلان عن البطاقة الأولى من أصل المباراتين في دور نصف النهائي في نسخة المملكة العربية السعودية في 2021. اليوم سامر فضل في مواجهة مايد الزعابي مدرب منتخب الإمارات. ضربة البداية مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان. فاليمن تبدأ هذه المباراة بتشكيلة مكونة من وضاح أحمد في حراسة المرمى، عادل قاسم خطرة لمنتخب الإمارات. الله على المحاولة الماضية لكن الكرة تبعد من حارس مرمى المنتخب اليمني. واضح تماما منتخبنا اليوم يلعب باللون الأحمر، من غير المعتاد بأن المنتخب الأبيض الإماراتي يلعب بالزي الاحتياطي. كرة ملعوبة الآن، كرة ملعوبة للمنتخب اليمني. حذاري يا شباب، حذاري يا شباب، خطرة للمنتخب اليمني. برافو حارس مرمى منتخب الإمارات محمد البستكي يتصدى للكرة الماضية. إنجاز وصول منتخب الإمارات إلى دور نصف النهائي لبطولة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم للناشئين العاشرة هنا في سلطنة عمان. كل الظروف مهيئة، كل أيضا المعنويات ستكون عالية بإذن الله تعالى في مباراة الأبيض الإماراتي ومنتخب اليمن ليبعد الكرة الماضية إلى خارج أرضية الملعب. وضاح أحمد في حراسة مرمى المنتخب اليمني، عادل قاسم، أسامة النوار، محمد الجرش. كرة ملعوبة الآن، خطرة خطرة خطرة. حذاري يا شباب، حذاري يا شباب. أوهو، مرت إلى خارج أرضية الملعب. حلوة المحاولة الماضية، حلوة المحاولة الماضية. وحذاري لأن منتخب اليمن يتمتع بعناصر من أمثال اللاعب اللي واضح في الصورة طبعا، اللاعب رقم 10 عادل قاسم. عندك أيضا اللاعب أحمد المشيكي لاعب المنتخب اليمني. المناسبة عادل قاسم من يريد أن يكون على موعد في منصة التتويج. كرة ملعوبة الآن عرضية في منطقة الجزاء، خطرة خطرة خطرة، ولكن الكرة تبعد من دفاعات المنتخب اليمني. مجريات الدور التمهيدي وبعد ضمان طبعا التأهل من فوزين في الجولة الأولى والثانية. شوف هذه أخطر لمنتخب البلد الذي يتواجد أيضا لدعم هؤلاء الناشئين. كرة الآن بتعود للمنتخب اليمني، خطيرة في منطقة الجزاء، فرصة ولكن الإبعاد. برافو 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 اللي هو مدافع منتخب اليمن. عرضية الآن ملعوبة لمحمد جمعة لكن برافو حارس المرمى. نثني أيضا للدور اللي يلعب من خلاله منتخب اليمن. الآن كرة لا زالت في وسط الملعب، محاولة في إرسال كرة أمامية. تراجع الآن للمنتخب الأبيض الإماراتي من أجل التغطية. تسديدة أرضية بتهدي إلى خارج أرضية الملعب. برافو برافو دفاع منتخبنا الوطني الحاضر بالتوقيت في المكان المناسب. هذه الطفلة الصغيرة حفظها الله، حفظها الله طبعا تتواجد. الوطنية كبيرة حينما تعطى الثقة لكادر وطني يقود هذه المنتخبات. كرة الآن خطرة لمنتخبنا الوطني بتعود من جديد، لا زالت بالقرب من منطقة الجزاء. الإبعاد من دفاعات اليمن، عودة سريعة، كرة مرتدة، كرة مرتدة، محاولة في المرور، محاولة في المرور، لا مجال لا مجال للتسديد يا شباب. كرة الآن ملعوبة إلى خارج أرضية الملعب. هذا اللي كنا نتكلم عنه بأن منتخبنا الوطني في تنفيذ الضربة الركنية تقدم. كرة الآن بتعود في منطقة دفاع المنتخب اليمني، إرسال كرة في وسط الملعب، استلام، محاولة بالانطلاق للأمام، لا زالت مع عبد الرحمن عبد النبي. تمريرة أمامية باتجاه قاسم، انطلق في منطقة الجزاء، حذاري. برافو محمد البستكي، دور كبير حقيقة، والتحية لهذا الحارس نظرا لجهوده في أرضية الملعب. كرة الآن بتعود لمنتخبنا الوطني مع محمد جمعة، محاولة في المرور، برافو، تخلص من رقابة مدافعين المنتخب اليمني، تقدم، تسديدة، يا سلام يا محمد يا سلام. حلوة الكرة الماضية. هذه التسديدات اللي في الجولة الأولى وفي الجولة الثانية تلقى خسارة، وهي كانت الوحيدة ما كان فيها راية والتسلل على لاعب منتخبنا الوطني اللي انطلق في مواجهة حارس المرمى. أوه، على الكرة الماضية تبعد من دفاعات المنتخب السهيل، أو هذا حميد السويدي. لا، بعد الكرة الماضية ينتظر مستقبل كبير، خاصة بعد التألق في هذه البطولة على صعيد دفاع منتخبنا الوطني. شوف المحاولة الماضية،
برافو حارس منتخبنا الوطني محمد البستكي، جهد كبير يقدمه في شوط المباراة الأول في إنقاذ مرمى منتخبنا الوطني من عدم التعرض لأي هدف من المنتخب اليمني. خطرة الآن برافو في وسط الملعب الآن لمصلحة المنتخب اليمني. محاولة الآن في المرور، اوهو برافو 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 جميل. الشوط الأول شهد محاولات جادة كان فيها مطالبة. أنهى الشوط الأول دون استقبال أي أهداف حتى هذه اللحظة، وعدم ترك الفرصة أمام لاعبي منتخب اليمن في هز شباك منتخب الإمارات في شوط المباراة الأول. أتمنى بأن يستمر هذا الأداء، أتمنى بأن تستمر هذه الروح. عودة الآن لدفاعات منتخبنا الوطني. حكم اللقاء يحتسب خطأ للمنتخب اليمني. لا 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 لا، نهدي يا شباب، نهدي يا شباب. برافو أيضا الجهاز الإداري والفني لمنتخب الإمارات. تدخل طبعا، المشوار لا زال طويل، ومنتخب اليمن تحصل على خطأ في الكرة الماضية. مباراة من حيث الأعصاب مشدودة، نعم، لأن كلا المنتخبين يرغبان رغبة كبيرة بالتواجد في مباراة النهائي، وبالتالي ضغوط المباراة على أن يسجل أحد المنتخبين هدف. ستكون الصورة والأهداف واضحة تماما، ستكون الصورة واضحة تماما إذا سجل المنتخب اليمني في هذه الأثناء. ومنتخب الإمارات والصمود المستمر أمام هجمات المنتخب اليمني في الإبعاد والتصدي. شوف اللقطة الماضية اللي من خلالها جرت الأحداث بهذه الصورة. حكم اللقاء بعد نهاية الوقت المحتسب بدل ضايع وتوقفات شاهدناها من خلال هذا الوقت طبعا اللي احتسب بأن هناك انذار للاعب منتخبنا الوطني اسهيل السويدي. نعم، حصل على انذار. 50 دقيقة، أخذنا دقيقتين فوق الوقت المحتسب. بدل ضايع إلى هنا أعزائي متابعي قناة شارقة رياضية أينما كنتم. شوط المباراة الأول ما بين الأبيض الإماراتي من أجل تدعيم القوة في أرضية الملعب. على بركة الله ضربة بداية المميز لمؤازرة المنتخب اليمني، أضفى نوع آخر لهذه البطولة، طعم آخر. يا سلام، عبد الله محمد فقدان الكرة يا شباب، يا شباب، ابعاد الكرة من امام لاعبي منتخب اليمن. تسديد، الله 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 على التصدي، الله على التصدي البارع. برافو، تسلم يمينك في التصدي وابعاد الكرة الماضية يا محمد البستكي. عرضية ملعوبة، برافو للبستكي ايضا. انقاذ الموقف الان، خطأ لمنتخبنا الوطني، اشتراك مع حارس المرمى. نصف النهائي هي مباراة واحدة فقط تفصلنا عن المتر الأخير، عن الميل الأخير، عن التواجد في منصة التتويج. يا ترى شوف المحاولة الماضية، التصدي الأكثر من رائع حقيقة. قدم تمريرة للأمام عالية وأمامية منتخب الإمارات. ملعوبة الآن في وسط الملعب، عودة من جديد. كرة لا زالت في منطقة وسط الملعب بالنسبة للاعبي المنتخب اليمني. تمريرة في الجهة اليمنى، حذاري يا شباب، حذاري يا شباب، عدم ترك المساحات أمام لاعبي المنتخب اليمني. برافو ابعاد الكرة، برافو التقدم، برافو أيضا التراجع وإغلاق المساحات أمام لاعبي المنتخب اليمني. جول، نعم، الهدف الأول للمنتخب اليمني. المنتخب اليمني يتقدم في التاريخ إلى النهائي، يسجل أول أهدافه في هذه اللحظات على حساب منتخبنا الوطني. التقدم بمتابعة وخطأ دفاعي بعد تقدم حارس المرمى، يسجل المنتخب اليمني أول أهدافه. نعم، فرحة يمنية في المدرجات. معلش، خطأ لدفاعات منتخبنا الوطني. هذا أخطر لاعبي المنتخب اليمني، تحدث عن عادل القاصر، هداف غاب في المباراة الماضية. خطأ الدفاعي كبير، حارس المرمى أيضا، وتمركز لاعبي منتخب اليمن. معليش إن شاء الله منتخبنا الوطني
قادر على العودة، قادر على تصحيح المسار، قادر أن يتواجد في المباراة النهائية بإذن الله تعالى. معليش، هدف يأتي بهذا التوقيت خير من أن لا يأتي في أوقات متأخرة من شوط المباراة الثاني. عودة من جديد، لمسة حلوة، الكرة في انطلاقة لمنتخبنا الوطني. يلا يا شباب، يلا يا شباب. محمد جمعة محاولة في المرور، عرضية خطرة، جول، لكن الكرة عدت إلى خارج أرضية الملعب. خطأ الآن المنتخب اليمني عالية وأمامية في منطقة وسط ملعب المباراة. عالية وأمامية، خاطرة الآن، خاطرة للمنتخب اليمني. أوهو، برافو 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 للمنتخب اليمني. محاولة الآن في إرسال كرة للأمام. يا سلام، طريقة جميلة في نقل الكرة واستخلاصها من أمام لاعب المنتخب اليمني. عودة من جديد لمنتخب اليمن. نقترب من 20 دقيقة الأخيرة. عرضية ملعوبة، إبعاد للكرة يا شباب. لا 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 لا، برافو يا البستكي، برافو يا البستكي، برافو يا البستكي. جميل جميل. صحيح إن كان هناك خطأ، لكن أن تستمر بالخطأ فهي كارثة في أرضية الملعب. لكن برافو برافو حقيقة لما يقدم حارس المرمى محمد البستكي. شوف على مرحلتين، إن كان هناك ضربة ركنية فعلا لامست الكرة قبل مغادرتها إلى خارج أرضية الملعب للاعب منتخبنا الوطني. نشوف، نقترب من الدقائق 10 الأخيرة واليمن لا زال متقدم. أوه، خطأ دفاعي كاد أن يكلف منتخبنا الوطني هدف ثاني. مباراة حذر مطلوب، الوصول إلى النهائي فرحة كبيرة منتظرة بإذن الله تعالى. كرة الآن فيها محاولة للمنتخب اليمني، إرسال الكرة في الجهة اليمنى، محاولة في لعب كرة عرضية، تسديدة. الهدف الثاني للمنتخب اليمني. نعم، يسجل الهدف الثاني اللاعب عادل قاسم، يتقدم على حساب منتخب الإمارات. الهدف الثاني نعم يأتي في هذه اللحظات على بعد 4 دقائق عن صافرة نهاية الوقت الأصلي شوط المباراة الثاني. يسجل عادل قاسم الهدف الشخصي الثاني، والثاني للمنتخب اليمني. منتخب اليمن 2، منتخب الإمارات لا شيء. كرة مثل هذه لم يستطيع التعامل لاعبي منتخب الإمارات في إبعادها. معليش، مباراة تبقى كبيرة، صعود لدور نصف النهائي لمنتخب الإمارات، لكن منتخب اليمن أيضا يقدم مباراة جميلة. وهدف ثاني، زاوية مفتوحة من البستكي، استغلها عادل قاسم في تسجيل هدف ثاني. منتخبنا الإماراتي بعد التعادل سلبيا في شوط المباراة الأول